أتمنى تكونوا بخير. النهاردة هنعمل وجبة طاووق دنيتي في البيت، من أشهر المطاعم في تركيا. بيعمل مكرونة بصوص رهيب، طعمه ولونه وريحته تجنن. فراخ طرية وجوسي لأبعد الحدود، طعمها حلو جدا. هنعملها بطريقة سهلة جدا وبسيطة. كل الناس اللي جربت المطعم أكيد فاهمين أنا بتكلم على إيه. بس الأول وقبل أي حاجة، لو أول مرة تشوفوا قناتي ما تنسوش تعملوا سبسكرايب، فعلوا زر الجرس، اعملوا لايك للفيديو ده لو عجبكم، وتعالوا على طول نبتدي. هحتاج كده لصدر فرخة. تقدروا تستعملوا أوراق لو انتوا حابين، ولكن معظم الوجبات في المطعم ده بيستعملوا فيها الصدور، ولكن طبعا انتوا زي ما انتوا حابين. هنضفها كده من أي جلد زيادة، أي حاجة مش عجباني، أي حاجة مش بحبها ومش بحب شكلها ولا طعمها، وأخليها كده تبقى نضيفة وعسولة. وزي ما انتوا واخدين بالكم الفراخ مازالت متجمدة شوية كالعادة. ده بيسهل عليا كتير جدا وانا بقطعها، بيخلي القطع تطلع نظيفة ومرتبة. قطعها بالشكل ده في الأول كده، وبعدين اقطعها بقى لمكعبات تكون حجمها متوسط، يعني ما تصغروش المكعبات قوي علشان ما تنشفش منكم في النار. وهقطع باقي الكمية كلها بنفس الطريقة وبس كده. هجهز لها محلول نقع سريع كده لما بكون عندي وقت بعمله. لو ما عنديش وقت بستغنى عن الستيب دي خالص. هحط كده كوباية من الحليب، حليب عادي جدا. هزود عليه معلقة كبيرة من الزبادي أو الروب أو اللبن الرائب، وهقلبهم مع بعض كويس. وهحط له شوية بهارات خفيفة كده. هي دي مش تتبيلة، يعني ده محلول نقع، فاحنا مش عايزين البهارات تكون تقيلة فيه. هحط كده رشة من الملح، وهحط كمان رشة من الفلفل الأسود، ورشة صغنونة كده من الحبهان. أكيد الأتراك ما يعرفوش الحبهان أصلا، ولكن أنا ما بستغناش عنه. وآخر حاجة معلقة صغيرة كده من البابريكا. وأقلب كل حاجة مع بعض كويس كده لحد ما البهارات كلها تمتزج كويس مع الحليب والزبادي. وهنزل قطع الفراخ في محلول النقع ده كده، إن شاء الله ترضى تنزل هي بس. واتاكد كده ان كل قطعه من الفراخ انغمست كويس في محلول النقع كده، واغطيها بقى بورق بلاستيك واخليها على جنب كده لحد ما اجهز باقي المكونات كلها. البطل الرئيسي لصوص المكرونه والبطل الرئيسي للمطعم ده عموما هو الريحان. فانا عندي ربطه ريحان كده بقالها في التلاجة اسبوعين، يا عيني لما خلاص هتموت اهي. قلت بقى الحقها واخد شويه ورق سليمين منها كده واستعملهم النهارده. ياخد كده كام ورقة من الريحان. أنا عارفة إن الريحان الفريش مش متوفر دايما في السوبر ماركت، فلو مش موجود تقدروا تستعملوا الريحان المجفف، وإن كان مش هيديكم نفس الطعم قوي، ولكن يعني مش نهاية العالم يعني، فإتس أوكي. غسلتهم كويس كده وهقطعهم بالشكل اللي انتوا شايفينه ده كده. الصراحة مش عارفة أنا قطعتهم ليه، يعني بلا هدف خالص، بس أي تضييع وقت وخلاص. هزود عليهم ربع كوباية صغنونة كده من الكريمة، يا دوب بس حاجة كده تسهل عليا ان انا افرمهم. وحطيت كمان رشة من الملح، وبالهاند بلندر بقى كده هفرمهم كويس جدا لحد ما الريحان يبقى ناعم وكريمي تماما. لو عندكم البتاعة اللي هي بندق فيها التوم والحاجات اللي زي كده دي، فالريحان بيبقى تحفة فيها وبيبقى قوامه أحلى كتير، ولكن أنا للأسف مش عندي، فالهاند بلندر مش هيأثر في حاجة يعني. هزود بقى رشة صغنونة كده من الكركم. المطعم ده الصوص بتاعه والمكرونة عموما متميزة بأن لونها أصفر خفيف كده، فنحط رشة كده تدي لون، يعني مش بتدي نكهة قوي، هي بس بتدي لون. واخليه على جنب. هجهز بقى السلطة. في طبق واسع كده هقطع شوية خضار. عندي خس مغسول كويس كده، بقطعه بإيدي بالشكل اللي انتوا شايفينه ده كده. سلطة كده سهلة وبسيطة ومكوناتها سريعة. عندي كمان واحدة من الجزر وواحدة من الخيار، هبشرهم بالمبشرة اللي بتخليهم شرايح
طوليه كده. طبعا تقدروا تستعملوا المبشره العاديه، ولكن انا بعمل زي المطعم يعني عشان يبقوا شبه بتاع المطعم اكتر حاجه. وهعمل الخيار هو كمان بنفس المبشره العجيبه دي. وبس كده هحط كام واحده من التشيري توميتو، وهم اوقات بيستعملوا سان درايد توميتو بس انا ما كانش عندي. وفي الاخير خالص هحط كام واحده من الزيتون. وبس كده نروح بقى نجهز كل حاجه. هسلق المكرونه بالطريقه العاديه جدا. حطيت ميه مغليه وهزود عليها رشه من الكركم، بس انا في الغالب افورت فيها شويه. هقلبها كده سريعا واحط ملح كويس للمكرونه. وهستعمل مكرونه قلم او اللي هي البنه، واسلقها زي ما مكتوب على الورقه 7 دقايق ولا حاجه. في طاسه سخنه جدا هحط بقى نقطه من زيت الزيتون ومكعب من الزبده. اهم حاجه ان النار تكون عاليه جدا، والفراخ اكون صفيتها كويس جدا 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 من المحلول بتاع النقع. واحط قطع الفراخ موجهه على النار تماما بالشكل ده كده. واهم حاجه كمان تخلوا بالكم منها ان ما تعبوش الطاسه، يعني الفراخ تكون قليله بالشكل اللي انتوا شايفينه ده كده. اول ما الاقيها اخدت لون كده اقلبها على الجهه التانية على طول. يعني انا حتى غمقت مني شويه، مش عارفه كنت انشغلت في ايه. واحط بقى رشه من الكيجن ورشه من بهارات فراخ فيها شويه اعشاب ايطاليه وحاجات زي كده. تقدروا تعملوا الفراخ دي باي بهارات انتوا عاوزينها او باي صوص انتوا عاوزين. يعني هو المطعم بيقدم كذا نوع من الفراخ، والمكرونه والسلطه بيكونوا ثابتين. حطيت مكعب كمان من الزبده وفص صغير من الثوم، وهقلب كل حاجه مع بعض كويس. واظبط كده لو عايزه رشه ملح كمان ولا حاجه، وبس كده. شايفين قد ايه سهله وسريعه. اهم حاجه زي ما قلت لكم الطاسه ما تبقاش مليانه، والفراخ ما تقعدش على النار اكتر من 5 دقايق 6 دقايق بالكتير. اجهز بقى المكرونه في وك تاني. حطيت برضو كده مكعب صغير من الزبده مع فص صغير من الثوم. ومجرد ما الثوم كده ريحته تظهر هحط بقى الصوص بتاع الريحان والكريم، واقلبهم تقليبه سريعه كده، ونزود عليها المكرونه وقلب قلب قلب كده. كل حاجه جاهزه. المطعم بيقدم المكرونه الصوص بتاعها خفيف كده، ولكن انا بحب الصوص يكون كريمي اكتر، فهزود باقي كوبايه الكريمه اللي انا كنت مستعملاها مع الصوص في الاول. وهقلب كل حاجه مع بعض كويس، وندوق كده ونظبط ونشوف هي محتاجه رشه ملح ولا فلفل اسود ولا حاجه. وبس. يعني سهله جدا سريعه جدا، ريحتها وطعمها رهيب. يعني لازم تجربوها، متاكده ان هي هتعجبكم جدا. طعمها وريحتها ولونها حلوة جدا. واهم حاجة ان انتوا تسووا الفراخ والمكرونة في نفس الوقت عشان الوجبة كلها تبقى جاهزة مع بعض، وتبقى يعني كلها لسه سخنة وحلوة كده. وعايزة اقول لكم ان انا كده حاطة كمية اكل كتير، يعني المطعم بيحط عينات حرفيا. وبس كده. شايفين قد ايه بجد شكلها لذيذ وحلوة. فراخ كده طرية وجوسي ودايبة. يعني مش عارفة باين ليكم قد ايه الفراخ جوسي ولا لأ. الفراخ تقدروا تعملوها بأي صوص انتوا عاوزينه. يعني أهم حاجة تحطوا بس فص الثوم. ممكن بقى تحطوا معاه باربيكيو صوص، ممكن تحطوا سويت تشيلي صوص، أي حاجة انتوا عايزينها وبأي نكهة انتوا حابينها. المكرونة طعمها حلو جدا، والصوص بتاعها طعمه لذيذ وغني. حط شوية دبس رمان كده على السلطة. جربوها، متأكدة ان هي ان شاء الله هتعجبكم. ولازم تقولوا لي في التعليقات طعمها زي بتاع طاووق دنيسي ولا لا، للناس اللي عايشة هنا في تركيا او جربت طاووق دنيسي. اشوفكم تاني على خير قريب. يا رب يكون الفيديو عجبكم.